السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على فيوتشر، ويسخر من بيراميدز والزمالك، ويفضح حكم الاحتواء. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ ياريت كلنا نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على مودرن سبورت بعد أن كان متأخرا في النتيجة، وفاز بالنهاية بالثلاث نقاط ليصبح الأهلي في جعبته 60 نقطة، وهذا الذي جن جنون الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب، الذي قال: بصراحة يا جماعة الأهلي ده عنده حظ أنا ما شفتوش في حياتي. الأهلوية طول عمرهم الحظ حلفهم، يعني الأهلي بقاله 14 ماتش عمال يفوز على طول. أنا قلت هيتعب النهاردة بعد طبعا ما فيوتشر جابت الجون في الشوط الأول. أنا قلت خلاص يا فرج الله الأهلي هيخسر أو حتى يتعادل النهاردة. الظاهر مدرب الأهلي كولر مسك لعيبة الأهلي اداهم دش ساقع جدا بين الشوطين، ولاعيبة الأهلي نزلت أكلت النجيلة وفازوا بالنهاية. هما دول فعلا رجالة الأهلي، إما يكونوا مزنوقين والدنيا ضيقة بيعرفوا يفوزوا، وده اللي بيفرق النادي الأهلي عن بقية الأندية سواء الزمالك أو بيراميدز. وشفنا الكلام ده في ماتش الأهلي مع بيراميدز، الأهلي عمل فيهم إيه، والأهلي كده بقى 63 نقطة، وكمان ده الماتش بتاعه يعني 15 ماتش بدون هزيمة. الظاهر كده الأهلي عامل زي القطر ماشي على طول بيدوس أي حد يقف في طريقه، سواء كان بيراميدز أو فيوتشر أو أي حد. ده أنا جيت أبص لقيت الماتش الجاي مع بيراميدز يوم 22. يا حظك الأسود يا بيراميدز هتقابل الأهلي تاني، ده أنت لسه ما فوقتش من علقة الماتش الأولاني، هتروح تقابلهم الماتش ده تقول لهم إيه؟ أنت لسه متكسح مش قادر تقف على رجلك. انا بقول كده ان شاء الله الاهلي لو فاز الماتش اللي جاي على بيراميدز كده الاهلي اخد الدوري رسمي. وانا مستغرب من الزمالك اللي كان عمال مصدعنا ويقولك الرابطة مدية للاهلي الماتشات السهلة في الاول وجايين ورا بعضها. اهو الزمالك قابل بلدية المحلة وتعادل 0-0 امبارح، وقبل كده تعادل مع فاركو. مش دي برضو فرق سهلة؟ ولا دي مش سهلة يا زملكاوية؟ ولا انتم بتحبوا تهيصوا وخلاص؟ شوفوا الاهلي بيعمل ايه وروحوا اعملوا زيه. والله انا بقيت اطلع يعني ابقى مكسوف ان انا اقول اني زملكاوي، بصراحة بقت حاجة ما تشرفش خالص. ده انا محتاج اسانسير عشان انزل اشوف ترتيب الزمالك في الدوري. والله انا ما بقيت عارف ترتيب الزمالك كام، 13 بقى ولا 15؟ ما هي ما بقتش فارقة، احنا بقينا الحصالة والحسالة بتاعت فرق الدوري كلها. رايحين يجيبولي لعيبة عواجيز ويدوا امام عاشور اللي عامل شغل عالي قوي مع الاهلي. ايه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ هو كولر ده بيشم على ظهر ايده ينزل 2 في التبديل ينزلوا يعملوا اسيست وجون في نفس اللحظة؟ هو الراجل ده ايه؟ خلاص مانويل جوزيه الجديد رجع الاهلي تاني ولا ايه اللي هيحصل يا جماعة؟